رسميا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحسم موقفها من مشاركة المنتخب الوطني للمحليين في شان الجزائر. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الخميس عن تعذر سفر المنتخب الوطني إلى مدينة قسنطينة الجزائرية من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر ما بين 13 يناير و4 فبراير للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين، وذلك لعدم الترخيص لرحلة انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة الجزائرية بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخب الوطني. وذكر بلاغ الجامعة أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أكد خلال الاجتماع الذي عقده يوم 27 دجنبر الماضي على ضرورة سفر المنتخب الوطني إلى الجزائر على متن الخطوط الملكية المغربية. وبينما كان المنتخب الوطني يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة يوم 10 يناير للمشاركة في هذه البطولة القارية التي ستنطلق في 13 يناير الجاري، لم تتوصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للأسف بالترخيص النهائي لحدود تحرير هذا البلاغ من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية. أكدت شبكة سكاي سبورت البريطانية أن أحد عمالقة الكالتشيو الإيطالي دخل في منافسة مع مواطنه نابولي وليستر سيتي الإنجليزيان من أجل الظفر بخدمات الدولي المغربي عز الدين أناحي. ووفقا للشبكة الإعلامية الشهيرة فإن نادي ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم انضم بدوره إلى السابق ويسعى حاليا لإقناع اللاعب وناديه أنجيها الفرنسي بالعرض الذي سيقدمه. اختار الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء الظهير الأيمن أشرف حكيمي الذي خاض مع المنتخب الوطني المغربي نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 ضمن التشكيلة المثالية لسنة 2022. عملاق إسبانيا يفاوض نجم أسود الأطلس. كشف الصحفي الإسباني إيدو أغيري عن اهتمام أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع أحد نجوم مونديال قطر 2022 برغبة خاصة من المدرب ديغو سيميوني. وأوضح أغيري في برنامج أن الأمر يتعلق بمتوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي الدولي المغربي سفيان مرابط صاحب 24 عاما. وتابع أن النادي الإسباني تواصل مع اللاعب بغرض ضمه في الميركاتو الشتوي الحالي.